مشاهدينا الكرام في الشارع الثقافي تنوع وثراء ورؤية فنية وإبداعية. كونوا معنا وتابعونا. تعرف عليكي؟ شاهد وائل انور. شاهد. اه شاهد انت سنة ثالثة ولا تانية؟ تالتة. ثالثة. طبعا النهارده انا شايف ما شاء الله سعادة غامرة ليكوا كلكم للمشاركة في المعرض ده اللي هو فعلا مستواه ما شاء الله كويس جدا، اللي يدخل يقول ده الفنانين محترفين. ازاي وصلتوا للمرحلة دي؟ بفضل الدكتور محمد. بفضل الله اولا. ودكتورة ايثار كانت معانا اول باول، وبقى بيدربونا على كل حاجة، حد الحاجات اللي احنا ما كناش عارفينها كانوا بيبقى دايما معانا واحدة بواحدة، فهم اللي وصلنا للمرحلة دي. بس لازم يكون في حب للقسم وللعمل. احنا حبيناه لدرجة ان احنا جايبين فيه تقديرات امتياز كلنا ما شاء الله، فهم من فضلهم اولا، هم كانوا معانا دايما. قولي لي يعني ذكرياتك بقى عن العمل ده، وازاي ابتديتي وازاي جات لك الفكره؟ يعني انا معظم البنات هنا زميلاتك مختارين الدولفين، ليه يعني؟ لا انا حسيت اللي هو بسيط، فحبيت اشتغل عليه، وكنا عايزينه وقت طويل خالص من اول الترم لاخر الترم، علشان كل حته فيها عايزين نطلعها بالتقنيه اللي احنا عايزينها. طب انت اخترتي اللون ده ليه؟ يعني دايما مثلا ممكن تعمل لون تاني كده في رماديات او ازرق او غيره. حبيت اكون مختلفه واطلع الوان غير الوان السمك المعروفه والدلفينات وكده. تمام. لا انا هيجي برضو يعني اللون الاخضر ده مش كتير، او يعني مش متوظف كتير، انت موظفاه بشكل معين. هل كل توظيف لون يعني ليه حساب معين ولا بيجي كده زي ما بتيجي معاك اللون؟ لا ليه حساب معين، احنا الاول بنشوف الالوان دي راكبه على بعضها ولا لا، ومن كده بنحب نضيف حاجات تانية بس كده. شاهد كلمة تقوليها كل فتاة أو كل بنت نفسها تدرس نسيج ونفسها تبقى متميزة كده زيكم، وتقولي لها هي كليتنا حلوة خالص، ومعنى كلمة هتتعلم فيها حاجات كتيرة جدا، والدكاترة اللي فيها حلوة خالص، وعميد كليتنا حلوة وبتساعدنا وبتشجعنا كمان، والنسيج مادة حلوة خالص. ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. شكرا ليك ولكل زميلاتك. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام متواصلون مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا تابعونا. مشاهدينا الكرام نواصل لقاءاتنا مع طالبات كلية التربية الفنية ومعرض بحر النسيج، ومعانا ايضا اعمال اخرى من اليسار لليمين، بس هبدأ معاك. تعرف عليك؟ رانيا عادل محمد شوقي. رانيا اكيد انت النهارده مبسوطة وشايف ما شاء الله الروح الجميلة دي. تقولي لي يعني اول معرض ده ولا؟ اول معرض. اول معرض. عشان كده يعني. ايوه كده وواقفة باعتزاز جنب لوحدك. كلميني عنها. انا اشتغلت هنا في الاول سماك، وهنا وبر مغلقه، وهنا واحد على واحد. والموضوع كان ممتع ويعني هو ما كانش سهل جوه، بس كان ممتع يعني وكان لذيذ. انا حاسس ان انت عامله كده يعني حاجه ملموسه. يعني مش مجرد. ايوه كله ملموس. في البروز ده يعني ليه عشان تدي شكل اللي هو شعب مرجانيه وكده، فتبقى بارزه لبره اللي هي كنا يعني حاجيه او ظاهره. امنياتك للمستقبل؟ نفسي يعني اكون معيده في الكليه ان شاء الله. يا رب كده تجتهدي ان شاء الله، ربنا يحقق املك ان شاء الله. شكرا ليك. طيب على الجانب الاخر اتعرف عليك. دينا حسن ابراهيم. دينا؟ اهلا بيك. ايوه اهلا وسهلا. دينا طبعا النهارده يعني كل واحده حابه قوي تبين مجهودها وعملت ايه قولي لي عملت ايه في العمل ده؟ انا اشتغلت في الاول تقنيات جبلان وعملت تدريج فيها، وبعدين حددت الشكل بتاع السمكه بالسماك، وظهرت بقى بالوبره الشعب المرجانيه والحاجات دي. اخد منك وقت كتير؟ اخد 3 أسابيع مثلا. بس انت ليه اخترتي يعني
الوان كده يعني بعيده عن البحر، يعني ده شعاب مرجانيه يعني. مرجانية نفس تصميم الصورة بالظبط، يعني نفس شكل الصورة بالظبط، احنا كنا من نفس الخطوط بتاعة الصورة. ايه المتعه اللي بتجديها في النسيج؟ يعني انا سالت بعض زميلاتك، ممكن في ناس بتحب قوي تستخدم الالوان، لكن انا لما امسك الخيوط الشيء الملموس ده واشكل منه تشكيلات فنيه، يعني هل هو شعور مختلف فعلا؟ طبعا جدا، لان احنا بنحب نشوف النتيجة اللي احنا نوصل لها، نعرف نطلع نفس اللي احنا عايزينه بالظبط ولا لا، يعني هنعرف نوصل للدرجة اللي احنا عايزينها. والحمد لله طبعا طلعنا شغل جميل ونفس اللي احنا عايزينه بالظبط. ربنا يوفقك، انا بشكرك شكرا جزيلا. ربنا يخليك، شكرا شكرا. جزيلا. اكلم زميلتك تقولي لي برضه انت ده العمل ده بتاعك؟ ده العمل ده بتاعك؟ ده عملك مختلف برضه. يعني مختلف. ايه يعني قولي لي إيه الرؤيه دي، هل انت رجعتي فيها لحد ولا دي رؤيتك انت الشخصيه؟ لا، ما رجعتش فيها لاي حد. انا كنت بشوف صور كتير واستقريت على دي ووريتها للدكتور وقالت لي كويسه وتمام، وبدات فيها على طول. وهي الماده دولفين برضه؟ لا، هي سمكه عاديه بس هي فيها زي تجريد وتحوير. بس اخترتي لون بني يعني كده برضه؟ حبيت ان هي يبقى شكل السمكه مختلف شويه عشان يبان، تبقى ظاهره عن لون الارضيه نفسها اللي هي تعتبر يعني الوان البحر وكده. شعورك كده طبعا وانت بتدرسي قسم انت حباه، ازاي ده بيديكي دافع للمستقبل يعني؟ هو يعني الحاجه دي احنا لما بنبقى حابينها وبنعملها بشعور مختلف بنوصل للاجيال اللي بعدنا او الدفعات اللي بعدنا ان دي حاجه حلوه كويسه، فهم يبقوا داخلينها حابينها ويشتغلوا فيها كويس. ربنا يوفقك، وانا بشكرك وبحييكي وبحيي كل القائمين على المعرض. شكرا جزيلا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نواصل لقاءاتنا ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا وتابعوا. سهيلة أبو زين. سهيلة طبعا سهل الله لك، يعني جميل جدا العمل اللي انا جنبه، واكيد الاجمل كمان الروح الجميله اللي انا شايفها معاكم وفرحتكم بالقسم بتاعكم. يعني الشعور ده سببه ايه؟ ان احنا حابين القسم والدكاتره يعني مسهلين عنا الموضوع جدا. دكتور يسار ودكتور محمد يعني شجعونا ان احنا نعمل كده، وهم اللي قالوا لنا ان في معرض وكده، فاحنا شجعنا اكتر. بس وشغل جميل جدا. في الاول كنا مستصعبين وبعد كده لما مع التدريب طلع حلو جدا يعني. ربنا يوفقك يا سهيلة. الله يخليك. شكرا جزيلا. اتعرف عليك؟ داليا خالد. داليا برضه انت مشاركتي؟ شاركت. كان معاك شايف معاكي شهاده دي يعني شهاده شكر وتقدير لكل اللي شاركوا؟ كل اللي شاركوا. وده ثالث معرض ليا، مش اول واحد، لا ثالث واحد. ثالث واحد ما شاء الله. يعني انت يعني ليكي تجارب سابقه يعني. ايه اجمل ميزه في النسيج، يعني قسم النسيج؟ هو انك بعد ما تخلص تحس ان انت تعبك ما راحش على الفاضي يعني، فبحس ان انا طلعت حاجه حلوه فبتبسط من نفسي يعني. يعني رؤيه فنيه، وممكن ان انا يبقى لي صاحب مشروع فني واقدر اعمل معاه. بيديك افكار تعمل اي مشروع مثلا، او تفكر في اي حاجه يعني. يعني سعيد بكم جدا والله. اتعرف عليكم. سارة محمد محي الدين. سارة، شعورك ايه النهارده في المعرض الجميل ده؟ والله الواحد مبسوط بشغل دكتور يسار برضه، ان هي ساعدتنا كتير، ودكتور محمد، وده تاني معرض نسيج ليا ان شاء الله. ايه وجه الاختلاف بين المعرض ده والمعرض اللي قبله؟ ده يعني مختلف في اللوحه وفي التراكيب، وان ده اعماق البحار يعني، والتصميم والالوان طبعا بتفرق وكده. واكيد بيديكي خبره انك لما يبقى في معرض تاني او جاي اكيد هيبقى الاعمال مختلفه تماما. ايوه ان شاء الله، يعني هيكون في اختلاف ان شاء الله. ربنا يوفقك. شكرا. معاكي كده اتعرف عليكي؟ سهيلة سعد الدين. سهيلة؟ اهلا بيك يا سهيلة. يعني تقولي لي، يعني انت شاركتي بعمل في الاعمال دي؟ انا ده تاني برضو معرض لينا في النسيج. النسيج هل بيتناسب مع الفتيات اكتر شويه، يعني عشان شغل كده قريب من طبيعتهم يعني؟
ايوه، هو اصلا ماده ممتعه على الاخر. يعني الواحد بيبقى مثلا قاعد ممكن يبقى بيشتغل وبيعمل حاجه تاني، بيسمع مزيكا او بيعمل حاجه، فهو اصلا حاجه مسليه على الاخر. ولما احنا الدكاتره بتوعنا اصلا بيحببونا يعني في الماده، والدكتور دايما كان محفزنا معانا، دكتور محمد دكتوره ايثار كانوا دايما معانا خطوه بخطوه، وكان بيحفزنا ان احنا نشتغل تمام علشان نطلع حاجه زي كده. وكان دايما معانا حتى ما في حاجه بتبقى غلط وكده ما بيجيش يقولنا ان هي غلط، هو بيخلينا احنا اللي عايزين نفك عشان نعمل الحاجه الصح. مشاهدينا الكرام، ودايما في كلية التربية الفنية نجد الجديد. هذه المرة بحر النسيج. بحر النسيج يعني موضوع معبر جدا وعنوان معبر جدا، هنحاول نشوف انعكاساته من خلال الأعمال الفنية الموجودة، من خلال الطلبة وهذا المعرض الجميل. أتعرف عليك الأول؟ داليا محمود طه. سنة كام ده؟ ثالثة. احنا كنا شايفين في المعرض ان دي الفرقة الثانية ولا ده من السنة اللي فاتت؟ لا، من الترم اللي فات، اللي هو الترم الثاني سنة ثانية. تمام. قولي لي كده، يعني انت حبيتي ليه كلية تربية فنية؟ عشان الشغل اللي فيها بيطلع اللي جواك، بيعبر عن نفسك، بيطلع الحاجة اللي انت شايفها. الموهبة، بيعبر عن الموهبة. بيعبر عن موهبتك، وبيعبر يعني لو انت متضايق او فرحان انت بتعرف تطلع ده في شغلك برضو. ولو حتى لو مش عندك موهبة هنا بيهتموا ان هم يعلموك، فبتطلع حاجة نظيفة جدا وحاجة حلوة جدا تستفيد بيها قدام، اذا كانت شغل يدوي او شغل رسم او كده يعني. داليا، يعني ليه اخترتي قسم النسيج، ولا ده كان تنسيق في الكلية انتوا كبرتوا عليه؟ لا، مش اجبار عليه، هو انا بحب النسيج. انا سنه اولى ما كنتش بعرف اشتغل نسيج كويس، بس الدكاتره هنا فعلا شاطرين وممتازين جدا، علمونا ازاي نشتغل. ودكتور ايثار ودكتور محمد بصراحه ما قصروش معانا، خلونا نطلع الشغل ده بجد. يعني انا لولا ما كنتش عارفه اطلع الشغل ده. النسيج شويه مهاره، يعني في ناس اللي بتعمل مثلا ممكن اعمل ده بلوحه الوان وغيره، لكن انا لمسه اللمسه كده والمهاره يعني ازاي بيفرق عن يعني النسيج عن الالوان، عن استخدام الالوان؟ الالوان بتبقى بتعتمد اكتر على الفرشه، على ايدك، ان انت يعني تمشي ايدك في الحاجه انسيابيه في الايد كده. انما الخيط انت بتبقى ماسك الخيط، بتبقى شايف بعينك، انت بتحس، تشوف ازاي تحط ده هنا، تحط ده هنا، هل الشكل ده لو برز هيبقى عامل ازاي، بتشوف، بتجرب، بتحس ان الحاجه قدامك ظاهره كانها مجسمه بالخيط. انما الرسم بيبقى معتمد اكتر على الالوان، الفرشه بتبقى على الارض شويه، انما ده بيبقى شكله ظاهر شويه. بننتقل على الجانب الاخر، معانا الانسه. انا السنه دي ثالثه، بس ده كان شغل سنه ثانيه. اتضح ان موضوع النسيج والتراث الشعبي ده موضوع كبير، يعني ما شاء الله انتن يعني، لان معظمكم فتيات وبنات محظوظات بكليه التربيه الفنيه، وشغل النسيج ده بشعر انه شغل كده بيجمع بين الرصانه والفن. هل ده اللي حببك في قسم النسيج؟ هو انا حبيت قسم النسيج بصراحه عشان هو فعلا بيعبر عن مواهب كتير عندنا، وعلشان دكتوره ايثار ودكتور محمد مصطفى كانوا بيسهلوا علينا حاجات كتيره جدا فيه، كانوا بيعلمونا التقنيات بكذا طريقه عشان لو ما عرفناش نعملها نعرف ان احنا نحبها برضو. بس فهو فعلا بيتكلم عن تراث كبير وكذا حاجه مهمه، فطبيعي ان انا احبه. طيب انا واللي بيقرا مثلا على مسمى القسم النسيج والتراث الشعبي، هل انتوا بتركزوا قوي على يعني منسوجات من التراث الشعبي؟ يعني يقولوا مثلا اللي هي في بعض حاجات كده مرتبطه بتراثنا، سواء الفن الشعبي سواء كان فرعوني او فن شعبي مرتبط بالعصور الشعبيه المماليك وغيره، وبنشوف عمال افتكرها انا مش تساعديني طيب؟ لا، هو مش شرط خياميه اقصد لا، هو مش شرط اساسي ان احنا بنعمل فن شعبي، بس هو غالبا يعني هو اكتر حاجه موجوده فيه. لكن الدكاتره كل سنه بيغيروا لنا الحاجه اللي احنا بنعملها عشان ما نحسش بملل، وفي نفس الوقت هو التراث محفوظ واحنا عارفينه ومقدرينه وعارفين قد ايه هو مهم. فساعات بنعمل تراث، يعني مثلا الترم الاول نعمل تراث، والتاني بنعمل حاجه مثلا زي ده عن البحار وكده، حاجه هنروح بيها عن نفسنا. كلمينا عن عملك ده. طبعا هي يعني هناك كان موضوع بحر، هنا برضو لو انا بنظره كده، هل ده يعني رمز سريالي او معنى سريالي، ولا سمكه، ولا ايه بالظبط؟ هو اصلا موضوع المعرض البحر النسيج،
هو بحر النسيج. فاحنا كلنا بنعمل عن البحار. انا افتكر بحر النسيج ده من الاتساع، يعني من حاجه متسعه يعني. لا، هو عن البحر، فاحنا بنعمل صور بناخدها من البحار وعالم البحار ونصيغها احنا بالنسيج، بحيث ان احنا نعمل تقنيات معينه من النسيج بتخلينا نرسم اللوحه بتاعت النسيج بس بالخيوط. النهايه شاذة يعني، ما شاء الله انا شايف القسم متميز يعني. امنياتك للمستقبل، هل شايفه مستقبل النسيج فعلا ان شاء الله مشرق وتقدري تلاقي ليكي مكان وليكي ترويج لاعمالك الفنيه؟ هو كده فعلا مستقبله مشرق ما شاء الله، كل حاجه اللي بيحبه فعلا هيعرف يدي فيه، هيعرف يبقى له مستقبل فيه، وهيعرف يروج عن اعماله. وكده هو حاجه محبوبه يعني، وتراث موجود، فكده ليه مستقبل كبير ان شاء الله. اتمنى لك التوفيق. شكرا جدا. شكرا. مشاهدينا الكرام، نواصل لقاءاتنا مع طالبات كلية التربية الفنية وتحديدا قسم النسيج، وهذا المعرض بحر النسيج وأعمال وأشكال تجريبية. أهلا بك يا سندس، أتعرف بيك الاسم بالكامل إيه؟ سندس أحمد صيام. أهلا وسهلا. سنة كام؟ سنة ثالثة. سنة ثالثة. سندس، طبعا احنا عارفين ان الاعمال دي انتوا عملتوها مش لسه الايام دي، دي كانت زي مشاريع تخرج لقسم سنه ثانيه، مش كده؟ ايوه. قولي لي طبعا يعني ايه اللي خلاكي تدخلي كليه تربيه فنيه؟ هل الموهبه ولا التنسيق ولا ايه بالظبط؟ الصراحه من وانا صغيره وانا نفسي ادخل الكليه دي، وكانت حاطاها هدف قدامي، كان دايما مدرسين الرسم بيقولوا لي ان انا عندي موهبه وان انا كنت عايزه اطورها عشان ادخل الكليه دي، والحمد لله ربنا وفقني وانا دخلت الكليه دي. هل انت اللي اخترت قسم النسيج والتراث الشعبي؟ هي الكليه دي فيها اكتر من قسم، مش زي فنون جميله، يعني فنون جميله هما بيبقى اول سنه يعني بيستعدوا للحاجات وكده، وبعد كده بيتخصصوا، لكن احنا ما عندناش تخصص. احنا التخصص اللي هو في النظري بيبقى تربوي او تثقيفي في سنه ثالثه، لكن غير كده ما فيش تخصص في المواد العملي. تمام. ايه اكتر حاجه حبيتيها في هذا القسم وحسيت ان هي بتساعدك على الابداع او عن الافصاح عن موهبتك الفنيه؟ هي الصراحه الكليه دي كل الاقسام فيها العمليه بيكملوا بعضيهم، يعني ما فيش حاجه حلوه وحاجه وحشه، يعني كل حاجه بتكمل بعضيها. فمثلا الرسم والتصوير والحاجات دي كلها بتساعدنا ان احنا نستعمل النسيج، بس فانا شايفه ان النسيج. كلميني طيب، انت عايزه تتكلمي عن اللوحه بتاعتك، هي سمكه بس حاسس ان الجزء بتاع الراس ده اكبر من اي مكان تاني، هل ده ليه دلاله فنيه؟ هي احنا كنا عايزين نخلي السمكه شكلها كبير وبارز وواضح عشان تبان، لو خليناها صغيره مش هتبان يعني. تمام. هو اصلا المعرض اسمه بحر النسيج عشان هو بيتكلم عن بحر النسيج. بحر النسيج تمام. عشان بيتكلم عن البحر وان هو احنا بنوظف البحر في النسيج. طيب انا شايف اللون ليه جزء الاحمر او الالوان اللي بتميل للاحمر او البامبا او غيره، ليه هو الغالب؟ هو انا لون السمكه يعني؟ انا خليت من تحت الالوان غامقه عشان يبقى فيه ظل او حاجه زي كده، ومن فوق الالوان فاتحه عشان لون البحر من فوق لونه فاتح. لون البحر ده يعني هو المحيط اللي حوالين الحاجه، التشكيل الاساسي اللي هو السمكه. ايوه. خدت منك قد ايه؟ بصراحه اخذت مني اكتر من شهر، يعني اخذت مني الترم كله. طبعا بتجهزي الخيوط دي كلها، بتبقى عارفه كل النول ده، بتبقى عارفه يعني هتستخدمي الدرجه دي، هتستخدمي الخيط ده، عارفه المقادير او الكميات المناسبه قد ايه. احنا بنوزع التقنيات وبنوزع الالوان وكل حاجه، يعني مثلا ممكن يكون في لون مش عندي بس انا بجيب لون عندي من البيت، يعني انا بلاقي الالوان ببعضيها. قولي ايه بقى يعني امنياتك للمستقبل بعد ما تخلصي ان شاء الله؟ بص كده ان شاء الله بعد ما اخلص انا مبسوطه جدا ان انا في الكليه دي، ومبسوطه جدا ان انا بشتغل فيها وبدخل فيها في معارض، واتمنى ان ربنا يوفقني وابقى حاجه كبيره في المستقبل. يا رب ان شاء الله بالتوفيق. شكرا يا بابا، شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نواصل لقاءاتنا ولكن بعد فاصل قصير، كونوا معنا وتابعونا.
الكرام، مستمرون مع حضراتكم من خلال هذه التغطية لمعرض بحر النسيج لقسم النسيج والأشغال اليدوية والتراث الشعبي بكلية التربية الفنية جامعة المنيا. الآن جاء دور ضحى. أهلا بيك، أتعرف بيك الاسم بالكامل؟ ضحى طارق عبد السلام. أهلا بيك. سنة كاملة؟ سنة ثالثة. بس ليه أعمال سنة تانية مش كده؟ تمام. وليه يا ضحى يعني طبعا أكيد بعد 3 سنين أو السنة الثالثة دلوقتي أكيد ليك رؤية كده عن أهمية هذا القسم، وخصوصا لأمهات المستقبل اللي هم كلية التربية الفنية، يعني بتجمع ما بين أصول التربية وأيضا الناحية الفنية والمهارية واللي ممكن تكتشف فيها موهبة الأطفال بعد كده. تمام. بس انا شايفه ان التربيه الفنيه بتساعد في كتير من اصلا حتى ربات البيوت ان هي تفتح مشروع لوحدها، يعني هي معاها مهاره يدويه بس تفتح من خلالها مشروع وتقدر تكسب منه يعني شغل كويس. اهم حاجه يبقى معاك المهاره، واحنا بصراحه هنا في الكليه بناخد مهارات كتير وحاجات بتعلمنا حاجات كتير، مش لازم يعني في حاجات بنتعلم منها جدا. بس قولي لي يعني أهمية المعارض والمشاركة في المعارض ازاي بيديلك ثقل فني وثقل بعد ذلك، يعني في ان انت تكوني فعلا متمرسة على الفن وفي نفس الوقت دارسة اصوله هنا في الكلية. احنا الدكاتره بتوعتنا طبعا اهم حاجه هم اللي بيدونا، يعني الدكتور بيبقى داخل المشروع اهم حاجه ان انت تطلع شغل كويس، ان انت تهتم بشغلك. انا من الناس اللي لما ببدا مشروع ببقى حاطه في دماغي ان انا ان شاء الله داخله معرض، ودايما الدكاتره بيشجعونا وبيبقوا معانا في كل حاجه، واول ما الشغل بيمشي معانا خطوه خطوه. بس لما يعني كل واحد بيمشي ستيب باي ستيب مع الدكتور بتاعه لغايه لما بنوصل اللي حضرتك شايفه ده. بالنسبه للمعارض انا داخله كذا معرض، يعني انا في سنه اولى دخلت معرضين وفي سنه ثانيه دخلت معرضين. ان شاء الله السنين الجايه اكمل على هذا المستوى كده. كلميني طبعا العمل الفني ده، انا بصراحه شفت كذا عمل، بس العمل ده فيه تفاصيل كتيره تحس انها كابوريا ولا ايه بالظبط يعني؟ ايه كابوريا فعلا. كده هتغدينا النهارده. ايه كابوريا فعلا، بس فيها كميه تفاصيل غير طبيعيه. تفاصيل كتيره فعلا. وفي تدرج لوني كتير جدا في كل الشغل اللي انا عملته. الميه بتدريجاتها كلها عاملاها بخيوط تدريج اللون اللبني، شغاله مرسم، شغاله وبره مغلقه اللي هي في المرجانات اللي من تحت. بس كله طبعا بمساعده دكتور ايثار ودكتور محمد، بجد عمل مجهود رهيب معانا. اتمنى لك التوفيق يا ضحى، شكرا جزيلا. شكرا حضرتك. مشاهدينا الكرام متواصلون مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير كونوا معنا، تابعوا. مشاهدينا الكرام، دوما نسعد ونشرف بوجودنا في كلية التربية الفنية ونجد فيها الجديد في جامعة المنيا هنا، ودوما على رأس هذه الكلية الأستاذة الدكتورة أمل أبو زيد عميد الكلية وخلية نحل، وأيضا يعني علاقة طيبة جدا إنسانية وعلمية مع الطلبة والطالبات. باسم كل السادة المشاهدين بحييكي وبرحب بيكي جدا. أهلا وسهلا بحضرتك ونورت الكلية. طبعا ربنا يكون في العون، يعني ما شاء الله كليه التربيه الفنيه خليه نحل وفيها اقسام كتيره جدا وتشعبات، يعني اكثر من قسم، والقسم نفسه قسم النسيج ده النسيج ده شعبه من الاشغال اليدويه والتراث الشعبي. حدثينا حضرتك يعني عن هذه المنظومه الفنيه الجميله اللي احنا شايفينها في الكليه، كيف تدار؟ وانا شفت ان الحب هو الاساس هنا في هذه الكليه. الحمد لله رب العالمين. كلية التربية الفنية فيها 6 أقسام. ال6 أقسام دول بيخدموا على تخصصين، اللي هو إعداد معلم التربية الفنية وإعداد أخصائي تثقيف في الفن. طبعا احنا النهارده في معرض النسيج، وده بيعتبر مجال من احد المجالات قسم الاشغال الفنيه والتراث الشعبي، والقسم بيحتوي على اكثر من مجال، مجال النسيج ومجال طباعه المنسوجات ومجال الاشغال المعادن واشغال الخشب والاشغال الفنيه اللي بتندرج تحتيها برضو استخدام او توظيف خامات مختلفه زي الورق، زي الجلود، زي الخيوط، بكل التقنيات بتاعتها. ففي تنوع في القسم، بالاضافه لقسم التعبير المجسم، وده بيعتني بتخصصين
جواه مجالين، مجال الخزف ومجال النحت. طبعا برضو كل مجال من المجالين بيبقى فيه تقنيات وبيبقى فيه اساليب متنوعه ومتعدده. وقسم الرسم والتصوير برضو فيه مجالين، مجال الرسم ومجال التصوير. واخر قسم في الاكاديمي العملي قسم التصميمات الزخرفيه، وفي الطالب بيتعرف برضو على ازاي يعمل لوجو، ازاي يعمل غلاف كتاب، ازاي يعمل تصميم من A to Z. فكل الاقسام العمليه بتعني بذلك. اما الاقسام النظريه فعندنا قسمين، قسم العلوم التربيه الفنيه وفي اكثر من مجال، عندنا مناهج وطرق تدريس التربيه الفنيه والوسائل التعليميه في التربيه الفنيه، وعندنا ايضا علم النفس التربيه الفنيه واصول التربيه الفنيه. واخر قسم النقد والتذوق الفني. كل الاقسام دي بتخدم، وزي ما انت حضرتك قلت كده بالحب، التعلم عن طريق الحب، وازاي انك انت تحبب الطالب في المجال اللي هو عايز يتخصص فيه او يسلكه بعد كده هو في مرحله الدراسات العليا. لان في مرحله ومجال من النظر. طبعا في قسم الاشغال الفنيه عندنا النسيج زي ما احنا شايفين في معرض دكتور محمد، هو معرض طلابي لطلاب العام السابق، وكان بيتعلم فيه الطالب مجموعه من المهارات ازاي يعالج بالخيط التصميم اللي هو انشأه من خلال تقنيات مختلفة زي النسيج السادة وبممتداته المختلفة والسماك والنسيج الوبري بكل التقنيات بتاعته. وطبعا الطالب بيعمل باليتة الألوان من خلال رؤيته هو، وبيبتدي يعالج بقى وفقا لتواصله مع الدكتور ومع الاستاذ المساعد المدرس المساعد استاذه ايثار، بحيث ان هم بيظبطوا مع بعض الدرجات اللونيه. فبيبتدي يعمل التصميم الاول على الورق، وبعد كده بيبتدي يشد او يسدي النول، وبيبتدي ينسج القطعه الفنيه بتاعته زي ما احنا شايفين في المعرض كده. جميل. طبعا بنقول يعني الطالب اللي هو يعني موجود في كليه التربيه الفنيه ليه استشراف للمستقبل كده، انه بيقول الحاله العمليه بتختلف دوما عن الحياه الاكاديميه. يعني ازاي نربط ما بين الجو ده، الجو التعليمي اللي موجود في الجامعه دلوقتي، وارتباطه بالمستقبل وهاجس العمل وسوق العمل؟ ازاي نطمنه يا دكتوره كده ان هو بيقف على ارض صلبه وفي نفس الوقت يدرس او يتعلم تعليما متميزا؟ حضرتك اشرت لنقطه مهمه جدا جدا. احنا هنا اغلب الدكاتره الطالب بيعتقد ان الدكتور صعب معاه، بيديله مجهود اكتر، بيديله شغل اكتر، مشاريع اكتر. هو الدكتور بيحاول يربط المخرج بتاعه، يعني هو زي ما انا قلت لحضرتك في الاول، يا اما هيطلع معلم في مراحل التعليم المختلفه، يا اما هيطلع مثقف بالفن في المؤسسات المجتمعيه المختلفه. احنا هنا بنحاول ان احنا نركز على بعض الاهداف اللي ما بيبقاش الطالب ملم بيها. ازاي الدكتور بيديله مهارات زياده بحيث ان هو يستطيع انه يعمل مشروع صغير، وبحيث يواكب سوق العمل. يعني مثلا يشوف ان سوق العمل محتاج نسيج، فبيديله كل تقنيات النسيج بحيث ان الطالب يبقى قادر. وكمان في جزء من التخصص بيديله ازاي يوصل، يعمل توظيف للقطع النسجيه. يعني مش بس لوحه، لا، ازاي يعملها كشنطه، ازاي يعملها مثلا جزء في مكمل لاحد الملايات، مثلا خدديات. يعني بيديله توظيف، حتى برضو الاكسسوارز، مكملات ازاي، كل ده هو بيديهوله. برضو مش بس قسم النسيج او تخصص النسيج، لا، كل التخصصات والمجالات المختلفه بنركز القائم بالتدريس ازاي ان هو يدي للطلاب مجموعه من المهارات اللي بنسميها الخفيه، بحيث ان هو يستغلها بعد كده. هو لو مثلا ما تعينش في التعليم او ما اشتغلش في احد المؤسسات، يبقى يقدر من خلال منزله يشتغل مشروع صغير، يشتغل هاند ميد وغيره. الحقيقه انا بحييكي وبشكرك وكل كتيبه فعلا الاقوياء هنا في هذه الكليه، يعني من القوه والفن لتجتمع في هذه الكليه، كليه التربيه الفنيه، باسم كل سنه والمرشدين. اشكر حضرتك سعاده الاستاذ دكتوره امل ابو زيد، عميد كليه التربيه الفنيه جامعه المنيا، ومزيدا من العطاء والتوفيق ان شاء الله. ميرسي خالص، شكرا لحضرتك. وانا بشكر كل الزملاء، لان التربيه الفنيه مش هتبقى تربيه فنيه الا بوجودهم وبعطائهم. فبوجه لهم من هنا رساله، ولكل طلابي برضو بوجه لهم الشكر والتقدير. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، كل الشكر والتقدير لسعاده الاستاذه الدكتوره امل ابو زيد، عميد كليه التربيه الفنيه جامعه المنيا. متواصلون مع حضراتكم، ولكن بعد فاصل قصير. كونوا معنا وتابعونا.
مشاهدينا الكرام، كنا مع حضراتكم وهذه الرؤية الفنية وهذه الإشراقة من خلال كلية التربية الفنية جامعة المنيا. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.